العميل بقى بيقول لي انا عايز ربع بن على مزاجك يا عم علاء. قلت له بقول لك ايه، اركن اللي على جنب كده لان معايا تحميصه غامق، وبصراحه التحميصه الغامق دي بتبقى مقرفه قوي، لان بين الغامق اصلا والغامق المحروق 30 ثانيه ولا 40 ثانيه، فلازم ابقى مركز لها قوي. الحمد لله ركزت لها وطلعت زي ما انا عايز بالظبط، وطلعت ما فيهاش غلطه زي ما انا بقول لكم كده. والريحه بتاعتها كانت حلوه جدا بصراحه، عكس الروائح اللي احنا بنشوفها في المحلات كتير بتاع الغامق، لان الغامق مش اي حد يحمصه يا جدعان. فبصراحه طلعت بيرفكت. فتعالوا نروح نعمل الاوردر للعميل بقى في السريع كده. هنظبط الريحه بقى ب 50 جرام كده من البن الحبشي، وفي نفس الوقت نعلي برده الكثافه بتاع القهوه وريحته جامده جدا. هناخد حبيبه بقى ال 100 جرام من البن البرازيلي الوسط، وعلى فكره الحبشي والبرازيلي بيحبوا بعض فدايما ندخلهم في الخلطات مع بعض. هناخد 50 جرام من البن الهندي الروبستا يظبطوا بقى الايه القوام بتاع التوليفه دي. التوليفه دي ناقصها القوام، وفي نفس الوقت هزودها كمان بايه بتيست كده الشوكليت من الهند الارابيكا. هناخد 50 جرام من الهند الارابيكا الوسط، هيزود التيست جدا للشوكليت وهيخليه طعمه جميل جدا. 5 جرام من بذور الحبان عشان نقلل المراره، مع 5 جرام من الحبان عادي. نص واحده من جوز الطيب مع عودين من الجينسنج عشان الطاقه ويدوك طاقه وباور كده، عشان لو انت عايز تشرب التوليفه دي قبل ما تروح الجيم، ولا لو انت بتذاكر كده تديك باور وتفوقك. علي بالكلام ده كله، بس قبل ما ننزلها في المطحنه ما تنساش لو انت بتحب القهوه لازم تعمل لي فولو، عشان بجد هفيدك في الموضوع ده. ونزلها بقى في مطحنتك بعد ما تخلص كل الكلام ده، وبألف هنا عليك.